استشراف الجمهورية، وأيضا طرح وتقديم المكتسبات، لكن كذلك تقديم المطالب في نفس الوقت. وحنا نعيش اليوم انطلاق حكومة جديدة، فستكون انطلاقة جديدة ببرنامج جديد، وكذلك تجاوز في إطار انطلاق حوار اجتماعي مسؤول بمواعيد منتظمة عليه وبآلية ولجان متخصصة متابعة ومفعلة لهذا الحوار الاجتماعي. هذا هو الباب الكبير أو الإطار الذي يتم فيه التواصل بين الحكومة والنقابات. وطبعا احنا عندنا واحد الممارسة، شيء أول مرة غادي يدار هذا الحوار. الممارسة كتبين أنه إلى كل طرف تحمل المسؤولية ديالو، كان جاد وغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أو على المزايدات السياسية والنقابية، يكون الأمر في نهاية المطاف لصالح المواطنين ولصالح الشغيلة. نعم، كنقابة شنو كتطلبوا من خلال هذه اليوم الأممي؟ لا للتحكم داخل البي جي دي، لا للتحكم داخل، لا كاينين انا راه وثق نظام هذوك الجوج راه من تما. هذا اليوم ديال فاتح ماي هو واحد المحطة مهمة جدا. إلا بغيتو نخرج أنايا وزيدوا على ما نكمل معكم باش نمشي ولا شنو باش نعرف واش غدوز الكلام ولا غادي طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحطة ديال فاتح ماي هي محطة مهمة جدا، يتم فيها التواصل بين النقابة والشغيلة، ويتم فيها كذلك طرح كل المطالب. ونحن نأمل مع الحكومة الجديدة أن يكون هناك حوار اجتماعي جاد من جميع الأطراف، ويبدو بأنه سيكون جادا بتفعيل الآلية اليوم اللي هي اللجنة المواكبة لهذا الحوار، وكذلك بملف مطلبي محدد ومتفق عليه. لا توقفوا